100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. ظلت مغلقة طوال 3000 سنة، وأكثر من 5400 قطعة أثرية جعلت من مقبرة الملك الشاب أهم الاكتشافات الأثرية عالمياً. قبل 100 سنة من مثل هذا اليوم، وبالتحديد في 4 نوفمبر 1922، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة الفرعون المصري الشاب توت عنخ آمون. توت عنخ آمون أحد أشهر فراعنة الأسرة ال18 في تاريخ مصر القديم، وهو ابن الملك أخناتون. تولى حكم مصر وعمره 9 سنوات في الفترة من 1334 وحتى 1325 قبل الميلاد. وفي عهده تم العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة، بعد أن حاول والده أخناتون توحيد آلهة مصر القديمة في شكل الإله الواحد، الإله آتونا. كان عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر يباشر طريقه بالحفر في مدخل النفق المؤدي إلى قبر الملك رمسيس الرابع في منطقة وادي الملوك غرب مدينة الأقصر، بتمويل من اللورد إيرل كارنافون الخامس، وتصريح من مصلحة الآثار المصرية، حين اكتشف في مثل هذا اليوم من سنة 1922 مدخلا إلى مقبرة توت عنخ آمون. ضمت مقبرة الفرعون المصري الشاب، التي ظلت مقفلة طوال 3000 سنة أو يزيد، أكثر من 5400 قطعة أثرية. وكانت المقبرة الفرعونية الوحيدة من عصر الدولة الحديثة التي وجدت بكامل كنوزها دون أي تلف. وفي فبراير 1923 اكتشف كارتر مومياء توت عنخ آمون، وبجانبها أقنعة وخواتم وقلائد والتاج والعصية. ومن أشهر الكنوز التي تم اكتشافها في مقبرة الفرعون الشاب قناع توت عنخ آمون، ويزن حوالي 11 كيلوغرام من الذهب الخالص، والتابوت الذهبي لمومياء الملك، ويزن أكثر من 110 كيلوغرام من الذهب الخالص، وكرسي العرش، و314 تمثالا من تماثيل الشوبات، و32 تمثالا للملك توت عنخ آمون وأولهة العالم الأوخر. كما ضمت المقبرة 143 قطعة من الحلي الذهبية المرصعة بأحجار شبه كريمة على شكل أساور وأقراط وخواتم وصدريات ودلايات، والعجلات التي تجرها الخيول، ودرع صنع للملك من الذهب ورصع بالأحجار والزجاج الملون، ومجموعة هائلة من الأواني والألعاب وأدوات الكتابة والملابس والإكسسوارات والتمائم، وكلها كنوز جعلت من مقبرة الملك توت عنخ آمون واكتشاف هوارد كارتر أحد أهم الاكتشافات الأثرية التي أحدثت ضجة وحفاوة إعلامية واسعة النطاق في العالم أجمع.